الاستخبارات العلنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. تقنيات الذكاء الاصطناعي دخلت في كافة المجالات بما فيها الحروب، وهذا موضوع حلقتنا. الاستخبارات العلنية واستخدامها من قبل الذكاء الاصطناعي ومن قبل الدول التي تمتلك تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة. بتقوم تقنيات الذكاء الاصطناعي بتحليل كافة المعلومات المتوفرة من الأقمار الصناعية، وأيضا كافة المعلومات المتوفرة من كاميرات المراقبة ومواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت وتطبيقات جميع المعلومات الشخصية والحسابات البنكية وأجهزة الاستشعار عن بعد سينسورز الخاصة بجمع المعلومات المنتشرة في الشوارع والسيارات الذكية، فضلا عن المعلومات المتوفرة في الصحف والدوريات والقنوات التلفزيونية ومحطات الراديو والكتب والمجلات. كل ده بتقوم به تقنيات الذكاء الاصطناعي بعملية الاستخبارات العلنية، وعبر تحليل هذا الكم الكبير من البيانات الضخمة بيج داتا يمكن تقديم تحليلات وسيناريوهات آنية وفورية تأخذ في الاعتبار التغيرات السريعة التي أصبحت سمة رئيسية لهذا العصر، أيضا وتتماشى مع حالة عدم اليقين سيطرت على تحليل كثير من الظواهر الأمنية. فكرة عدم اليقين لكثير من الظواهر الأمنية بتسيطر عليها، بما يساعد في النهاية على تحسين عملية اتخاذ القرار ومساندة القوات العسكرية في الميدان، وهذا ما يحدث بطبيعة الحال نتيجة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقدم الدعم المعلومات والاستخبارات للقوات العسكرية، وذلك من خلال توفير معلومات آنية حول الظروف المحيطة بالقوات أو على الأرض، سواء من خلال الصور التي توفرها بعض مواقع الانترنت والاقمار الصناعيه عن هذه المناطق. عندنا طبعا تطبيق جوجل درايف، وده ممكن تستطيع جوجل ماب اللي انت تستطيع ان انت تعمل عمليه تجول افتراضي داخل اي منطقه وتعرف الشوارع وتعرف الاماكن بشكل دقيق جدا، او من خلال التغريدات والتعليقات والفيديوهات الشخصيه والمشاركات التي يقوم بها سكان المناطق التي تحدث بها العمليات العسكريه في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخباريه وتحليلها عبر نظم الذكاء الاصطناعي وتقديم توصيات فورية للجنود في الميدان العسكري. أيضا تقديم الدعم اللوجستي للقوات العسكرية. يمكن للقوات العسكرية أن تحصل على معلومات ضرورية تحتاجها عبر نظم الذكاء الاصطناعي التي تقوم بجمع المعلومات من المصادر العلنية وتحليلها زي ما قلنا. أيضا مثل أماكن تواجد المياه في بعض المناطق للقوات المسلحة ودرجة الحرارة والرطوبة وخط المسافات البصر، فضلا عن توفير معلومات حول البنية التحتية ومحطات الطاقة والطرق الممهدة ودرجة تحمل الجسور والكباري والطاقة الاستيعابية للموانئ والأماكن المؤهلة لهبوط الطائرات. كل هذه المعلومات يستطيع أن هو يقدم دعم لوجستي للقوات العسكرية بتساعدها على تحقيق النصر والانتصار في المعركة بطبيعة الحال. شكرا لكم وإلى اللقاء.